مرة تاني موضوع ضريبة التليفون، بتروح تدفع ضريبة الموبايل ايا كان القيمة بتاعتها، 500 جنيه 1000 جنيه 10000 جنيه. بيعمل لك استعلام صاحب المحل ويقول لك عليك قد كده. تتفاجأ تدفع انت ضريبة التليفون وتاخد بعضك وتروح. انت مشغل خط واحد حاليا، بعد فترة تيجي تركب الشريحة التانية ما بتشتغلش. تيجي تستعلم مرة تاني تلاقي عليك ضريبة نفس القيمة اللي انت دفعتها، مع العلم انت دافع الضريبة قبل كده. طيب ايه المشكلة اللي حصل؟ خد بالك، لما تروح تدفع ضريبة الموبايل بتاعك خش عند واحد او ادخل عند صاحب محل يكون موثوق، تبقى عارف انت بتعمل ايه. ليه بقى؟ افهم بالراحة كده. ده موبايل وليكن عليه مثلا 1000 جنيه. نطلب الأول نجمة شباك 06 شباك، بيظهر معايا على التليفون اتنين سيريال نمبر اللي هما الشبكتين والخطين. تمام. المفروض أدخل على تطبيق تليفوني، أصور بالبركود أو أكتب كتابة. هكتب أول سيريال، التطبيق هيقول لي اكتب السيريال التاني من تحت علشان يظهر لك طريقة الدفع أو خدمة الدفع. هنا بقى اللعبة. ممكن يكون صاحب المحل لو راجل مش مظبوط او راجل مش تمام، يكون جايب تليفون تاني معاه عايز يدفع له ضريبه، فهو عاوز يوفر ويكسب لنفسه اكتر. فيعمل ايه بقى؟ يجيب الموبايل التاني، يكتب نجمه شباك 06 شباك، وياخد سيريال نمبر من التليفون التاني اللي عنده ويحطه مع السيريال نمبر بتاعك. في الحالة دي هو دفع شريحة واحدة ليك انت، ودفع شريحة واحدة للتليفون اللي عنده، والتليفونين اشتغلوا، وخد منك انت 1000 وخد من صاحب التليفون التاني 1000. فانت تعمل ايه وتعرف الحوار ده ازاي؟ لما تدخل عند اي حد يدفع لك ضريبة الموبايل بتاعك، بعد ما يخلص ويدفع لك الضريبة تليفونك يشتغل، هات شريحتين او شريحة واحدة معاك، ركب الشريحة في كل بيت خط وتأكد إنه الشبكتين اشتغلوا معاك. دي حاجة. الحاجة التانية لازم تقول له هات لي صورة من إيصال الدفع اللي تم عندك على تطبيق تليفوني، وراجع الاتنين سيريال نمبر اللي هم مكتوبين في الإيصال على اتنين سيريال نمبر اللي عندك في التليفون. لو هم مظبوطين يبقى انت كده امورك تمام وزي الفل، ما عندكش اي مشكلة. لو في سيريال نمبر فيهم مكتوب مش هو اللي على التليفون، يبقى كده اتلعبت عليك اللعبة، وانت لازم تفهم صاحب المحل انه يفعل لك الحوار ده كامل، تدفع المصاريف اللي عليك كامله، تستلم تليفونك شغال اتنين شريحه. ليه بقول لك كده؟ الحوار ده بقى فيه لعب كتير ونصب كتير، فخد بالك علشان ما يضحكش عليك. وفي بعض الاحيان في يكون اتنين اصحاب اتنين اخوات معاهم كل واحد تليفون غالي عليه 10000 وده 10000، مش قادرين يدفعوا 20000 مره واحده. فكل واحد مثلا ايه يدفع من ده مثلا خط ويدفع من ده خط، وبيمشي الامور في بعض الاحيان. بس هنا في مشكله. في بعض الأحيان ماي نترا موقع خدمة الاتصالات بيعمل سيرش أو بحث عن الحوار اللي معمول بطريقة شمال، ممكن يقفل لك التليفون خالص. هتلاقي عندك الضريبة رجعت زي الأول على الاتنين شريحة. فخد بالك وركز وانك تدفع الضريبة ادفعها عند حد موثوق علشان ما يضحكش عليك. تحياتي ليك، بحبك في الله.